السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا قلبي يا روحي يا عمري. نتكلم النهارده عن الموز الأصفر والموز الأخضر وفوائده إيه. طبعا فيه كل المعادن، فيه بوتاسيوم وفيه نحاس وفيه مغنيسيوم وفيه منغنيز، يعني اللي هو بيقوي العظام. طبعا هو مضاد للأكسدة، يعني هيقوي المناعة. في ألياف كتير. طيب، نعرف اللي عنده سكر ياكل منه بس واحدة ثمرة واحدة بس، لأن هو مش غني بالسكريات، خلي بالكم. وهو مش نشويات. هو ما فيهوش لا ده ولا ده. طيب، ناكل منه قد ايه؟ ممكن ناكل منه اتنين. اللي عنده السكر ياكل اتنين، ياكل واحدة كفاية. طيب، اللي عنده أنيميا ياكل منه 2 3 في اليوم. طب بيعمل إمساك؟ بيعمل إمساك، كتره بيعمل إمساك، بالذات اللون الأخضر. اللون الأخضر منه بيبقى ده بيعمل إمساك أكتر من اللون الأصفر، بس هو بيعمل إمساك كتره. طبعا هو فيه كمان بيدي السعادة، وبيعدل الحالة المزاجية جدا، ومضاد للاكتئاب. ده الموز. بيلئم الجروح بطريقة رهيبة، يعني اللي عنده جرح أو خارج من العمليات، والجرح عايز يخف، ياكل موز يوميا. اللي بيعمل عضلات بتوع الجيم عارفينه بياكل منه. يعني هو مهم جدا، وناكل منه يا ريت. وطبعا بيخلي البشرة دي فيها نضارة، يعني اللي عايزة تظبط بشرتها تاكل من الموز يوميا. هتحس حتى من اول موزاية تاني يوم هتلاقي البشرة بتختلف عن اول يوم. يا قلبي يا روحي يا عمري انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.